السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وتكونوا باحسن الاحوال. المهم شفت هاد الطريقه هذه في مواقع التواصل وقلت علاش ما نجربهاش، بما ان هانتوما كتشوفوا الثوم كامل خسر ليا، وضروري يعني من نقي نشوف اللي مزيان واللي ماشي مزيان. اللي مزيان نحتفظ به بطبيعه الحال، واللي ماشي مزيان وراه ضروري خصني نلوحو و... والحبات اللي مزيانين ضروري نمسحهم ونحتفظ بهم هكذا باش نشوفوا الطريقه. هذا الفيديو هذا احتفظت به في الهاتف ديالي على الاقل شهر ونصف هكذا، باش نشارك معكم النتيجه الاخيره والطريقه اللي عملت انا بالتفصيل. كيف ما لاحظتوا وكيف ما كتشوفوا في الفيديو، خديت هاد الثوم هذا ومسحته حبه حبه هكذا باش نشوف اللي مزيان واللي ماشي مزيان. فهاد الكميه هذه هي اللي تبقات لي، وهذه كامله خسرت بما ان عندي الدار فيها الرطوبه بزاف. ولهذا الثوم يعني واخا كنشري بزاف ملي كنجي نحتاجو كنجبر النصف ديالو صافي ما بقاش مزيان. خديت هاد الملح هذا الخشن، ولكن الطريقه ديالنا خصنا نغمسوا الثوم في الملح كيف ما كتلاحظوا في الصوره. خديت هاد القاروره الزجاجيه وعضعت فيها الكميه، يعني كميه بزاف ديال الملح وبزاف ديال الثوم هكذا، وعمرت القاروره. مع ان هاد القاروره كنظن ما تكفانيش، ولهذا ضروري خصني نجبر قاروره كبيره. المهم القاروره كيبقى على حسب الكميه ديال الثوم اللي عندكم، فبامكانيه انا نعمل 2 3 4، ولكن هذه هي الطريقه اللي شفت في المواقع التواصل اللي كتحافظ على الثوم، وان شاء الله يا ربي غنشوفوا واش بصح ولا لا. وهنا خديت هاد الطاسه هذه حتى هي عملتها بنفس الطريقه، عملت الثوم بزاف وكذلك الملح حتى هو بزاف. هانتوما كتلاحظوا غطيته باش يحافظ على الجودة ديالو. بعد ما دازت اكثر من شهر ونصف قلت علاش ما نشاركش معكم هذا الفيديو هذا باش تشوفوا النتيجة بعينيكم. هذا هو الثوم، شوفوا فيه بحال واحد العشبة اللي نهضت في الثوم، ولكن الثوم بقى مزيان مع ان ما وضعته لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، ولكن كيبان لي بحال اللي فازك شويه وما بقاش منفوخ بحال اللي كان. هانتوما تشوفوا القشره ديالو بحال اللي طايب بالملوحه. المهم هذه هي الطريقه اللي استعملت الصراحه وعجبتني، قلت علاش ما نشاركهاش معكم في نفس الوقت نتوما حتى نتوما تستافدوا.